كلام المرحب المؤيد لعلاقة حقيقية ودافئة مع إيران دايما يتخذ من حضرتك باعتباره ولاء لإيران. زي بالظبط لما بتتكلم عن الإخوان المسلمين، كان لسه قبل الثورة بيومين حوار مع حضرتك في دريش بيجل وبتقول لا يجب ان احنا نشوه وجه الإخوان ولا يعني نتهمهم اتهامات شيطانهم يعني. فيبدو كأنك متعاطفا وثمة ولاء عاطفي مع الإخوان. أنا أعرف طبعا أن حضرتك علماني مخلص للعلمانية يعني. أنا أعرف طبعا أن حضرتك علماني مخلص للعلمانية يعني. أنا أعرف طبعا أن حضرتك علماني مخلص للعلمانية يعني. لكن في حقيقة الأمر ده ينعكس على الواقع السياسي والصحفي والإعلامي بأنه كأن في هذا مش الولاء، حتى هذا التعاطف الشديد مع إيران ومع الإخوان المسلمين. أنا راجل علمتني الحياة إبراهيم أن أكون واقعي بصرف النظر عن معتقداتي، بصرف النظر عن انتماءاتي.